مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا زياد من بلو جلitch. السؤال النهارده، مصر نزل فيها ال4 جي، يا ترى اي نوع من ال4 جي؟ وهل مهم يكون عندي 4 جي ولا لا؟ خليكم معايا. فور جي معناه الجيل الرابع او فورث جنريشن، وممكن يرمز ليها بكلمه ثانيه اللي هي ال LTE، يعني لونج تيرم ايفولوشن. ودي بتسمح لك ان انت تعمل ستريمنج لهاي ديفينيشن فيديو وتلعب مالتي بلاير جيمنج، بلس ان سرعه الداونلودز اساسا، وده الاهم، انها بتبقى عاليه جدا جدا، وده اللي بيخليك تعمل الاثنين اللي انا قلت عليهم قبل كده. طيب ال4 جي اللي نزل في مصر نوع من انواع ال4 جي، هم درجات وكاتيجوريز، مش كل ال4 جي واحد، ومش كل التليفونات اللي موجوده في السوق المصري باختلاف اسعارها بتدعم نفس جوده ال4 جي. انا عشان اشغل ال4 جي على تليفوني هحتاج ايه؟ اول حاجه هتحتاج تليفون بيدعم الفورث جنريشن سيجنالز، هتحتاج اصلا تليفون بيدعم 4 جي. تاني حاجه هتحتاج الشبكه بتاعتك تكون 4 جي، يعني ما ينفعش فودافون واورنج واتصالات الموجودين عندنا في السوق المصري دلوقتي هم اصلا 3 جي وانت تليفونك 4 جي، فانت هتلقط 4 جي. لا، مش هينفع. لازم يكون التليفون نفسه سبورتنج لل4 جي او ال LTE كونكتيفيتي. الحاجه الثانيه ان الكارير اللي بيعمل لك ترانسميتنج للداتا يكون بيعملها لك عن طريق انترنت ال4 جي. ثالث حاجه السيم كارد بتاعتك، لازم السيم كارد بتاعتك تكون بتدعم 4 جي. وده اللي بيخلي شركات كتير دلوقتي يقول لك خليك جاهز مع اسرع شبكات في مصر، وتعالى خد الشريحه مجانا وسلم لنا على حاجه. التنافس بقى شديد جدا جدا في السوق المصري، فعمالين يجيبوا العملاء علشان يشتركوا شبكات ال4 جي عندهم. طيب سؤال مهم، مين افضل شبكه 4 جي في مصر؟ كلهم واحد. واي يا يعني مش اورنج؟ لا. يعني مش فودافون اقوى شبكه محمول في اي كلام؟ برضه لا. يعني مش اتصالات احدث شبكه 4 جي في مصر؟ برضه لا. طب انا عايز اخليني جاهز لبكره. الفكره ان ال4 جي بيتقسم لكاتيجوريز، فعندك كاتيجوري 4 مثلا، كاتيجوري 6، كاتيجوري 9، كاتيجوري 12، ودول اشهر كاتيجوريز فيهم، ودول اللي بيحددوا السرعه والفيز كمان اللي انت بتدفعها، والفيز اللي شركه الكارير دفعتها عشان تاخد رخصه السرعه دي. طيب معظم التليفونات اللي في مصر بتدعم انهي كاتيجوري؟ كاتيجوري 4 و6 و9. ايه ده؟ يعني كل الكاتيجوريز بتدعم؟ ايوه، بس معظم التليفونات بتدعم الكاتيجوري 4، ودي لانها اول كاتيجوري في ال4 جي تعتبر معترف بيها حاليا، لان كان في كاتيجوري 3 بس دي قديمه جدا. كاتيجوري 4 كويسه، سرعه الداونلود بتوصل فيها ل 150 ميجا في الثانيه، وابلود اب تو 50 ميجا في الثانيه. واو، سرعه مهوله. كل شبكات الكاريرز اللي هنا في مصر بيدعموا انهي سرعه؟ الكاتيجوري 4 اللي هي 150 ميجا داونلود بير سكند، 50 ميجا ابلود بير سكند. طيب لو انا عندي تليفون غالي مثلا زي الموتو سي اللي موجود في الولايات المتحده وبايع حوالي مليون جهاز في العالم كله في اقل من 3 شهور، جهاز محترم جدا وجميل جدا، او عندي لوميا 950 XL او جالاكسي S7، التليفونات الحديثه كل دول بيدعموا حاجه اسمها الكات 9، وسرعه الداونلود بتوصل ل 450 ميجا في الثانيه، والابلود اب تو 150 ميجا في الثانيه. بس انت لو حطيتهم هنا في السوق المصري وبدات تفتح الكونكتيفيتي بتاعتك وتجيب الشبكه بتاعتك انها تكون 4 جي، اخره هيلقط معاك كاتيجوري 4. ليه؟ عشان شريحتك كده، عشان الشبكه اللي بتبعت لك كده وبس. وبكده يبقى انت اتعلمت معلومه ان مفيش شركه تقول لك احنا اسرع 4 جي في مصر. ده يفرق في حاجه واحده بس، الكفرج. يعني لو اورنج هتغطي المنطقه دي احسن من فودافون واتصالات، يبقى الكفرج هنا بتاع ال4 جي احسن واقوى، وممكن الفون بتاعك يبقى اسرع بحكم ان السيجنال بقت اقوى. لو فودافون مثلا بتغطي منطقه المهندسين احسن من مناطق ثانيه لشركات ثانيه، يبقى فودافون في المنطقه دي احسن. انما هم في السرعه the same bar, they are the same speed, nothing to shit about. مفيش حد بيضحك عليك، ومفيش حد يقول لك احنا اسرع شبكه واحنا احسن شبكه. كل ده ماركتنج وايز، كل ده fucking bullshit. هي دي فكره ال4 جي باختصار. داونلود اسرع بكتير، شبكات اسرع، والمفروض الكولينج سيجنال بيبقى الصوت احلى، بيدعم حاجه اسمها ال HD فويس او VoLTE. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وعرفتوا ايه اسرع شبكه 4 جي في مصر، وعرفتوا ايه فايده ال4 جي بالنسبه لنا، وهل انا احتاج ال4 جي ولا لا. لو عجبك الفيديو تقدر تدي سبسكرايب ولايك، او تقدر تمشي من هنا بسرعه قبل ما اكسر الكاميرا. وتقدر لو عندك سؤال اعمل تحت في الكومنتس بيلو اسالني. انا زياد، دي كانت بلو جلitch، اشوفكم الحلقه الجايه.